اوت تینا هاوتن بو شیطانا کو نویرن بچن او جا هنده جارا دی بری کوان گرس دی وی کویتن کو او آخفنا وان گولی بوی بتا خاری هنده جارا جی دی چتا خاری بشنی که دی وی کویتن او جی دیتن صد دراو جی دتل گلو دی بو حوال خوی عردی او خیبزانک فالک وگر ساحر او مشعوذ او دجال دی بوان آخفنا تا بیشتن و جا اش صدا دی ایک درست در کویتن تشتي سيجي أويكو أف استيراج براتنا شكرا وعلامات وبالنجم هم يهتدون يعني علامات نشان بو هندك تشتا مثلا وقت نفيجا مثلا كان وقت مثلا سبيدي معلوم من أبدكو شرازات واندا استيرك ديارت بيتن آن مثلا بو قبلي آن مثلا بو ريكي بشبه وطارية يد بحريدا أن الصحراء كي أن العرض كي وان استراف ريكت خود كبن جيت خود كبن يعني جبار هر شيء تشتا خود تعالى أبسترا يدخل قياد كرين جبلي فان هر شيء تشتاني هر كسا كي إيمان وباوري بهابتن كو تأثيرها كديا هاي أبا هنگ دي كفتا الشركة دا ودي كفتا كفر دا بجا عند جارا شرك وكفر مازن وعند جارا يا بجيك ما كانت آياتك وحديثك سر أبي صحبتها خاندن فجاره که چهات که در حقیوان مرووادا اوید کن عقیده و بیرو باورتوان اویا کن افستیره تأثیر کن بهاتنا بارانه وما او حدیث دیار کر وقتی خدا تعالی عز وجل بیشتن وکی پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم گوت یا صحابیه اره زانن رب هوا چی گوت یا اوانا گوتی خدا و پیامبر چطور زانن گوتی خدا تعالی بیشتن هندكش عبدت من أبرك يترابو ينفا وقت باران هاتي روجاكي قلتي عبدت من هندك يترابو ينفا سبيدي إيمان أب من إناي هندكاشي كفري أب من إناي أي معناه كفري أب مبري قلتي هما أبد قلتين باران هات بفضل خدي تعالى أفا أونيت إيمان أب من إناي وكفري استرابري يعني معناه إيمان وبواري استرانينا وأو باران تنين أن تأثيرت كان أما أبد كون بیشن اوه با اف بارانه بو مجبر وستیره هات ان واستیره ولی که حتی باران بید اوه اوی کفری مبر و ایمان بستیره اینا او حدیث ما خان کون ما دیار کر بخاری و مسلم یا روایت کری هم گشنا حدیث دمائی کش بی بابعه ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه وهر وصقتي بو يعني بخاري ومسلم ولهما يعني للبخاري وللمسلم حديث عبد الله كوري عباسي بفي معناه يعني معناه نسيكي أبي حديثها بلفظة خفا بس معنوان إيكا وفي حديث دياهاتي قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا وفي حديث دا هاتا ديار كرن واب زيادهات يا أولي دانينا وتي هندك قوتي فلان ستيري وفلان ستيري راست قوت يعني معناه يكون راست وصاهات وكي وما باوري بهاي كو افستيرا هني وابا هني مثلا دركتن بارانش برهندي هات وجانك خدي تعالى قلت اف ايتين اخر فانزل الله هذه الايه فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم حتى وتيتا ايات ابكو مخاند السري بابي وقت خدي تعالى قلت وتجعلون رزقكم انكم تكذبون أي معناه أو رزق خدي تعالى ادتها شناهين شكرا خدي تعالى بكن سر أبي رزق هني وهين شكرا يبتني بكن كو أو يكون تني أب تشتد سيدا أوي أب بارانا إنايو أو يكون رزق دتن شناهين شكرا بكن هين راد بن كفرية بيد بن وهين بيجن استيراء آن فلان تشتي آن بيبان تشتي كمو باران بوما آن وكي مثلا تفسير دي وشناهين إيمان وباوري قرآن بينن كلام خدي تعالى يا كو يا ديار كري همي تشتد خدي تعالى دا إن راد بن شريك أبو تشيد كان أوان ستيرا وكوكب وفانت كان شريك بخدي تعالى وبيجن أبا بوما بارانتين وأبخو باران هاتن يا دست خدي تعالى دا ند دست كسا كدايا وسبب جي هر أول يدخل تعالى بيدا كرين وأو سبب يدخل تعالى بيدا كرين معلوم من ديار أشكرانة و أو سبب خلق بيجتن أو تكون
اف عقيده وبيرو بواره هي ابا نكريا سبب خدي تعالى جهر كسكي تشتكي بكذا سبب وابخنا سبب جي بدبوي تشتي ابا جي ايك شوان نوعيه شركه بتشيكا نيا مازن يا بتشيك وجاج برهندي بيتن ايمان وعقيده وبيرو بواريا مروف خدان ايمان مسلمان ابا بيت كو همي او يدست خدي تعالى دا هاتنا باراني قطعبونا باراني مثلا ارزاق همي نوعيه ارزاقي وساخي مرن خوشي نخوشي بلا عن نعمت أبا همي أونيت دست خدي تعالى دا چتش دستي كسا كده نينا بلي خدي تعالى يا ابو ما ديار كنت هندك وقت دا علامة نشان بو پیدا بونا هنده تشتا اي مثلا وقف كي أبا دي ورزي الزبستاني ات دي بيجن أبا جهه هندي يكو باران تدابين اي معنى زبستان جهه باران هات نيه وخدي تعالى ابو ما ديار كري أبا آن ورز بهار بهد بيجن عند جراد الطافئين بهار دا وقتی بو هاوین دی بيجن باران هاوینا باران ناید دنیا گرمه دی گرم ایتن وقتی بو پاییز دی بيجن أبا علامت و نشانت عندنا كو بيجانا كدس باران بيتا كرن وجاره يعني أفا تشتا خدي تعالى ابو ما ديار كن أبا علامت نشان أبا چنينه بس اما ایک بيشن اماش بر فلان تشتي أبا ها چيبو وهاو تشتنا أبا يخدي تعالى كريا سبب أبا هنگي دي گناه كار بتن و گناهش خراب بچيكتر أبا يكون دي بجنه شركة بچيك وهو كوش گناه مازن جي خمية مازن تره قلت أبي بابي هني فيه مسائل چند مسألة كي اتداهين في بابي هني دا أبي مخاندي أو مسألة أولي بما دياربو تفسير سورة أبي آية سورة الواقعة دا قلت المسألة الأولى تفسير آية الواقعة تفسير آية سورة الواقعة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ما ديار كربرين كاش. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية أروسا مسألة دوي بمهات الديار كرن كوشار تشت في أمر خدي قوتن صلى الله عليه وسلم ديد ناف أمتا مدى بيدابن وأبدي بردوام جيبن أمتا من ناهلن حتى رجا قيامته دي هندك هبن فان شار تشتت كان وأوجيش تشتي جاهليتنا أي معنى تشتي جاهليتي أي معنى أو تشتنيت حرام وقت قلت يا بتشتي شول الجاهلية جاهلية معنى بري إسلام بهت وأو تشتي كافر أو مشركات كر بري إسلامي وجانا كي وقت إسلام جهاتي وقت أب تشتي بينا كرن بزعبات تشتي جاهليتنا تشتي كفرنا بل همي قوا أو إنسان بي كافر نابن عندك تشتي هاي دي بي كافر بن عندك هاي دي بي گناه كار بن جوان چار تشتا أبد كو پیغمبر خدي قلتين صلى الله عليه وسلم أبا قلتين الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت أبا چار تشتا أبا قلتين من أمر الجاهلية يعني حراما إنسان بي كافر نابد بس قلنا يتقلقت مظنة اجبلي الاستسقاء بالأنواع آن بالنجوم روايتك أبا أجر جهت درجة عندك بيجتن إيمان وباورياوي أبابت كو أبيستيري باران إنا أبا هنجي بو شركة مزن يعني معناه كو أبستيري تأثيرا كري حتى باران هاتي أبا بو شركة مزن بس أجر بيشنا همي دست خده دا بس أبستيري سببو أبا بتا شركة بچيك أما أجر بيشنا أبا مثلا ورزي زبستانية علامة ونشانة هاتنا بارانية جبر هندي باران هات چنك زبستانه أبا چنه أبا علامته كي خدي تعالى يدانا يقناه كرنا بس أبا دي أبا قلناها حرام إيك طعنا دانت نسبا إيك آن فخريب خبتم يا بنا مالاخو آن مثلا هي بنا مالاوان إيش بنا مالك مثلا يا مسؤولنا بنا مالك آغاينا بنا مالك عالمنا بنا مالك مثلا خدان مروفن أبا يعني معناه فخريب خبت نفخل كده أباش تشتيت جاهليتنا يعني معناه أبا أو يا حرام قلنا يتمصن وطعن دانانا نسبت خلقين يعني طعن دانت نسبوان يعني نفي كت نسبي يعني مثلا بيش تنكر بابي خوي مثلا تنكر فلان كسي أو فلان كس بابوية
و طعن دانا نسباوی يعني معناه حاشا يه تهما زناي بيبدأ كويفتنا آنشي چه كيم كت النسباوي يعني طعن بنا مالا خلاماني بنا مالا كناساني بنا مالا فراشاني بنا مالا مثلا جاهلاني أباجي طعن دانانا أبو نسب الخلق أباجي أوايا حرامش قلنا يتمصر وأباديجي الاستسقاء بالنجوم بالأنواع ما ديار كر أباديجي النياحة كون معناه بيقوتنال سر مري يعني وقت ايك مري ايكي مروفك ايكي بمرت بجانا ايكي بيت بيجن وبارا بترى بس شولي جنكانه برند حديث الجدا بحث جنكي هذا كلام قلتي والنياحة بشتينجي بيامبر خدي شو قلتي النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب أي معنى عقوبة كما زنبوهاتا ديار كرن أواكو بمريات بيشتن بجانا كي با أوا تتا إيجار كرن بو بيقوت نعمايش تا خراب تره يعني هندك هين نظام مريا بيجن ليشن هندك إيجار كان دا بو بيبيش أوا هيش تانا كي خراب ترش أوا خدانا مصيبت بخب خوش مسألة دوية مسألة سي ذكر الكفر في بعضها وما هات ديار كرنجوان هر شرا هندك كفرن واوجي مسألة يا إيمان إنان وباوريا بهندكو أفستيرا باران دينن يا شاري مسألة شاري أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة يعني هندك تشتهيش كفرة نابي كفرية هات يا دانان سر بس مروبش إسلام نادر يخد بجنبي كفرة بچيك آن كفرة عملي وكي مثلا پیامبر خدای گوتی صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي بهما كفر گوتی النياحة على الميت والطعن في الأنساب أبا هر دو کا ناوی کفر دانا سر بس أبا هنه كفرة بچيكه كفرة عملية أبا نا كفرة مصنع آن وكي پیامبر خدای گوتی صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر روايتك فقد أشرك أبا كفر وشرك بچيكه وقته سند بخوتن ايكي بس نه انت رضا خود تعالى اما مثلا نكوية بقدره پیغمبرك آن ملائكتك آن وليك آن اوكي هندك قبراسين خون اويا حرامش قنايت مظنه كفرة بچيكه شركة بچيكه يعني ش قنايت مظن شي مظن ترى بل ناقات درجة عندي ايك هما اسلام درك هبت سبب وي وابدي بالجانم ده الا حالتك كده او بيسين بخود بنت رضا خود تعالى يعني معناه أوي ملاي أنا أوي شيخي أنا أوي ولي أنا أوي قبري أنا أوي ملائكتي أنا أوي پیغمبري بنت رضا خود تعالى وإيمان وباوري أوي بي أبا بتن سين خارنا بي وكياب خود تعالى و اگر جدراو بي سين بخوتن كاچوانا كي دراوش سين بخوتن بخود تعالى سرتشتكي جدراو ومعنى الدفي أبا قلق وقلق قلنا كم مثلا أبا ديش بنت أوي رزي و ایمان و باوریاوی اوه بتن اگر او دراو بسین بخود ضرر گهینته اوه بو شرکا مزن هنگه او هنگه دیش اسلام در کبت اگر نه یه جاهل بت یا یه جاهل شی بت دیتا تی گهاندن بجانه که هنده کشفان تشتا کفره بله هنده جارات بتا کفره مزن هنده جارا یا بچیک او بچیک او یکون لا یخرج من المله یعنی اسلام نادر کبت بله دی گناهکار بش گناه گله کت مزن رو مستحق عقوبه بت اگر او توبه نکد و بری مرنا خو وقت مرید توبه نکر بتن اوه هنگه اگر یا بچیک بتن کفر و شرک بچیک اوه یاد بن مشیعت خود تعالی و یا مزن اوه هنگه هما دی ابدی به جهنم ده اگر یا مزن الخامس يا بينجي قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة مثلا بينجي قلتنا پیامبر خدا کو نقل کردش رب العالمین وقتی گوتی هندکش عبدت من بنا خدان ایمان بمن و هندکاجی کفری بمبر بسبب چه بو و گوتی بسبب و نعمت خدا تعالی اینا یا خار و چه تشتا بارانه چون باران جی ایکش نعمت خدا تعالی یا عز وجل اف نعمتها هنه بس تابع خدا تعالی کس نین بدت امرو بیش بلی خدا تعالی عز وجل بجانا که او ایمان و باوری هبت که او بس یا دست خود تعالی ده او معنا مؤمنه خدان ایمان بخود تعالی و او ایمان و باوری هبتن او یا ابسترا و گری دایا
وأفستيرا تأثيرت كان حتى بارانتت أفهينجي أو بو مؤمن بأفاستيرا ووري باستيراينا وكفري بخده تعالى. السادسة مسألة شيء التفطن للإيمان في هذا الموضع، يعني معناه شرازايد في جهيدا مسألة إيمان دا، يعني كنجي تدي بيا خدان إيمان في جهيدا بيعنبر خده أو أبو مفاق واسيش كسته خده تعالى عز وجل في حديث دا ويا قدسيد بجنه كان تشتي يعني معناه خده تعالى تشتكر سبب آن بجين تشتكر جي عندكم مروف خدان إيمان بت وتي أوجي أبيكم بس إيمانو بوري هندي بتني هبت خده تعالى يا خداني في نعمته ويا همي نعمته أبا يعني فيت مروفي هشيار بت أني شارازا بت في جياني دا مسألة إيماني دا كم مروف دا إيمان أخذ رسكتن بشكلها. ويا حفتي بعكسي مسألة حفتي التفطن للكفر في هذا الموضع، أي معناه مروفي هشيار بتن شارازا بت مسألة كفر دا في جهة هنيدا وأوجي شيء أو خده تعالى قلتني وأبي بيشتن أف بارانا بما استرائنا وجبروان استراحات هذا معناه بكفر. الثامنة مسألة هشتي التفطن لقوله لقد صدق نوع كذا وكذا ومروف يهشيار جبت وخشارازا كتن في قوتنا بيعنبري جدا صلى الله عليه وسلم اختي قوتني كستوان أبيتكو إيمان وباوري استراحيكو أوانا باران إنا ووقت وانا قوتني أوان استرا راست قوت، يعني معناه كو أفتش يعني راست أوان استرا باران إنا يعني جبر وان استرا أف باران هات ها أبا قوتنا كيه قوتنا وان مروفانا يت مشرك يت كافر فيت مروفي الشيارب. التاسعة مسألة نهي إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها، يعني مروفي عالم بو أبي مروفي أبيكو علمي ورد جرت او بجنه سيده وقطابي مثلا اف سيده يا وقتی کو بسیارت کتن آن مسئله کت بیشتن صيغت بسیاری بکت اوان طلبه دا بتر له الشيار بن دا بتر هزرا خوت دا بکن دا بتر گوهوان لیبت خجاره که جواب ویدی چبت وكي پیامبر خدي قلت صلى الله عليه وسلم وقتی قلت يا صحابي أتدرون ماذا قال ربكم أريهن ظان ربي هوا چي قلت وجهه هندي يكو معنا قويت خوفاكن هزرا خوب دانا سر دابزان كربي وان چي قلت أو بشتينجي بجا أو حديث برينك أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر حتى دمائك، أي معنى هند جرى أو مرو في عالم أنا أبي سيدا أنا أبي علميني شو هندك قدت هندك مسألة بصيغة بسياري بيجت ذا بتر يعني أف طلبة أنا أف مرو في قوي خدني بتر خو هشيار بكن بتر قوي وان ليبت. العاشرة مسألة دهي ويا دمائك وعيد النائحة عقوبة وعذابة ويجنكا أواب مريد بيجت عقوبة وعذابة وي أواب بيت بيجتن أواب إجبار مريكي أفان سترانا أنوان شعراء أنوان قوتنات بيجتن بان بيجنه بيقوتنا السرمري هاد بيجنه نائحة بعربي. عقوبة وي تشبون پیامبر خدای گوتی صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني أجر أو توبة نكد بري رجا قيامة بري كامر ناخو رجا قيامة دي رابطن جلكاك يدبر وكي أم بجنة دجداشا جلكاك يدريش الشيء قطراني قطران شيء قطران مادك أم بجنة قطران ماده که وصای بشپانزین خرابتر ابو آگری معنی هنت یه نازک ابو آگر اما نزیک ببت خلید داد و زیکا ناطامرج اوه دی جلکه که وصال بر بیتن شوی ماده ها و بجا دی آگر پیوه دی خلید داد و دی ایت عذاب دانه بوی جلکی و سرا اوی عمله ها نبس اوه بتنه بوتی و درع من جرب درع من جرب درع چیه؟ کمزری هم بجنه کمزری أنا بيجيني أفوكي أفان إلى كهوسا دي كان بر جرابي جرب يعني قرياتي وأوجي دي إيتا
يعني عذاب دان بوي قرياتيه وقت كان بر لشوي خرد قريبت وجابا قرياتي شي أبيت ديتين أو زانن كا عذابه çünkü çiletet قرياتي لش حميد بتا برسك و جلك خريانك زدت كفته هنديت خورينن بين نايت حتى بجانك خوين پیدا تتخار بجا بحسب كأفايا دنياي ويا آخرتهش مصدره هر نايت حسب كأم شوا وصف بكين بجانك أفاجي عقوبة كيه يوان جنكا أبيتكو مريا أدبيجن وقتي مروفك وات مريد ظلام بيت آن كر بيت آن كج بيت آن برا بيت آن هر ايكي هبيت يعني حتى أوا مستأجر أوا كوتيتا إيجار كرن أف عقوبة بوانجيكا وهش تدي ياوي خراب ترشيبت أما مسألة بابيجي بدماي كاتن والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.